ضوابط أخرى للأزهري. الأزهري يعني أشعري، الأزهري يعني مذهبي منتمي لمذهب، الأزهري يعني صوفي وإن رغمت أنوف. يا ابني ما فيش أزهري ينقل عن الشيخ العثيمين. الشيخ العثيمين يكفر الأزهريين يا شيخ محمد. السلام عليكم، يا أهلا وسهلا بحضراتكم في حلقة جديدة. أنا أخوكم مدحت رمضان. بعد ما نوحد الله ونصلي على النبي عليه الصلاة والسلام، للأسف من ضمن الابتلاءات اللي بنشوفها في الزمن ده إننا نشوف شيخ دكتور ولابس عمامة الأزهر، وبالمناسبة هو وزير الأوقاف المصري الحالي وهو الدكتور أسامة الأزهري، وهو بيطلع على الملأ يطعن في الإمام والعلامة ابن عثيمين رحمه الله. هنعرض لكم كلام الشيخ أسامة الأزهري وهنرد عليه رد علمي، فخلونا كده نبتدي بكلامه وهو بيناقش رسالة علمية لأحد الطلبة واستشهد بيها بكلام للعلامة ابن عثيمين. إيه المرجع؟ انظر مجموع فتاوى ورسائل ابن العثيمين. طب ده كلام، ده كلام يا شيخ محمد. الشيخ العثيمين احنا نحترم الكل ونوقر الكل، لكن ايه دخل الشيخ العثيمين في هذا؟ يا ابني مفيش ازهري ينقل عن الشيخ العثيمين. زي ما حضراتكم سمعتوا كده الدكتور أسامة بيقول لك مفيش ازهري بينقل عن الشيخ ابن عثيمين، وده للاسف كلام غير دقيق. خلوني ارد على النقطه دي من كلام الدكتور أسامة الأزهري واعرض له مقطع لشيخ بيتفق معاه بنفس الفكر وهو الشيخ خالد الجندي. تعالوا كده اسمعوا حضراتكم، ويا ريت الكلام ده يوصل للدكتور أسامة الأزهري وهو بيتكلم على الامام ابن عثيمين. الشرح الممتع ده في الفقه الحنبلي على زاد المستقنع اللي عامله مين؟ فضيلة الشيخ العلامة له كل الاحترام والتقدير والدعاء ابن عثيمين. قولوا لي يا سلفيين، حد يقدر يطعن في مولانا الشيخ ابن عثيمين؟ الله يرحمه ويحسن إليه. انا بختلف مع الشيخ خالد الجندي في امور كتيره ومنهجه اصلا انا مختلف معاه كليا، ولكن قصدت اعرض كلام الشيخ خالد الجندي هنا لانه هو بنفس المنهج ونفس الفكر بتاع الدكتور أسامة الأزهري. لكن العجيب فعلا في المناقشه دي الباحث اللي هو بيتكلم على موضوع الالحاد اللي مقدم بحثه للمناقشه واللي بيناقشوا فيها الدكتور أسامة الأزهري. الدكتور أسامة الأزهري يعني زعل قوي ان هو استشهد بكلام العلامة ابن عثيمين ونصحه ان هو يستشهد بكلام فيلسوف مسيحي. والله اسمع كده حضرتك. فمع احترامنا للرجل رحمه الله، لكن هذا لا يصلح يا ابني مصدر ولا مرجع ابدا في رسالة علمية الا على وجه مناقشته. يعني اذا احببت ان تورد قولا قاله وان تفند وتناقش لازم توثق من كتبه، انما يا ابني ده ليس بمصدر، خصوصا في قضية زي قضية الإلحاد. كم وكم كتب فيها من كتب قديمة وجديدة من تاريخ الإلحاد. في تاريخ الإلحاد عند المسلمين لعبد الرحمن بدوي الفيلسوف لم ترجع إليه، لم ترجع لأي كتاب عربي ولا مترجم تخصص في مناقشة قضية الإلحاد. الكوزمولوجي والفيزياء الكونية التي ألف فيها ريتشارد دوكنز كتاب وهم الإله، فرد عليه ويليام ليني كريج المسيحي بكتاب علم الكلام الكوزمولوجي يرد به على من ينظر الإلحاد. يا سبحان الله العظيم، يعني العلامة ابن عثيمين ليس بمصدر وكلام الفيلسوف الغير مسلم المسيحي هو المصدر. لكن الأسوأ والأخطر في كلام دكتور أسامة الأزهري إن هو افترى وكذب ودلس على الإمام ابن عثيمين وقال لك إن هو بيكفر الأزهرية. اسمعوا كده حضراتكم. الشيخ العثيمين يكفر الأزهريين يا شيخ محمد. الشيخ العثيمين يكفر الأزهريين يا شيخ محمد. هنا أتحدى الدكتور أسامة الأزهري إن هو يجيب مقطع الشيخ ابن عثيمين رحمه الله بيكفر فيه الأزهرية، أو حتى يجيب نقل من أحد كتبه إن هو بيكفر فيه الأزهرية. ده كذب واضح وافتراء وتدليس على الإمام ابن عثيمين رحمه الله. الأزهر الشريف اتحرك بعد كلام الدكتور أسامة الأزهري وكان له رد واضح وصريح من عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف الأستاذ الدكتور محمود توفيق سعد. تعالوا نسمعه مع بعض. كتب الأستاذ الدكتور محمود توفيق سعد عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف ردا على تصريحات أسامة الأزهري بشأن الشيخ ابن عثيمين رحمه الله. بسم الله الرحمن الرحيم. كلمات ستقف بين يدي الله تعالى يوم القيامة، ويقتص منك الشيخ الجليل في اتهامك له بأنه يكفر الأزاهرة هكذا على الإطلاق، ولن تستطيع أن تثبت هذا الاتهام. نعم، قد يكون مفسقا أو مكفرا من يقول الرب عبد والعبد رب، العبد رب والرب عبد، ومن يقول إن الله عبد نفسه فسبحانه الذي عبد نفسه بنفسه، ومن يقول
إن فرعون الذي أغرقه الله تعالى مات مؤمنا موحدا. قالوا يبقى فرعون مات ناجيا لأنه تاب قبل أن يغرغر. قال أنا خلاص بقيت مسلم، فقال لك يبقى مات ناجيا حتى لو دخل النار هينجو منها من الخلود. حبيت انت تفهم فهمه ده وتقول بيه لا شيء لا شيء. الوهابية مع الطريقة الثانية بتاعت وأن الكفار في جهنم يوم القيامة يستعذبون النار ولا يتألمون لأن العذاب من العذوبة، وكأن العذاب سيتحول يوم القيامة إلى عذوبة فتتخلله الرحمة. فانظر أيها الوزير كيف تكون المنجاة مما رميت به الشيخ. الرجل ذهب إلى ربه سبحانه وتعالى، فأنى لك أن تتحلل منه جريرة وضعتها في عنقك وما كان لك أن تفعل. أيها الوزير، أنا أقرأ لكل عالم مسلم قدر ما يعينني الله تعالى عليه، فما أيقنت أنه الحق أخذته ودعوت لصاحبه أيا كان، وما أيقنت أنه ليس بحق أو فيه شبهة تركته أيا كان صاحبه ولو كان أبي رحمه الله تعالى. وأعتقد أن هذا هو منهاج كل طالب علم بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم احتسابا. يقول الله تعالى: ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. اللهم إني أبرأ إليك من كل ما لا يرضيك. زي ما شفنا كده الدكتور أسامة الأزهري بتعصب أعمى، يعني هو حتى المفروض حتى يشوف كلام الباحث ده اللي هو استشهد به بالإمام ابن عثيمين، يشوف كلامه هل متوافق أو كلام صحيح أو لا، ده المنهج العلمي. ولكن بمجرد من بسمع إن هو بيستشهد بابن عثيمين قولا واحدا قال له ما ينفعش تاخده مصدر، مع إنه ما ناقش أصلا هذا الباحث في الكلام اللي استشهد به هل هو صحيح أو لا. وده لو بيدل على مجرد التعصب الأعمى من الدكتور أسامة الأزهري. ضوابط أخرى للأزهري. الأزهري يعني أشعري، الأزهري يعني مذهبي منتمي لمذهب، الأزهري يعني صوفي وإن رغمت أنوف. يا ابني ما فيش أزهري ينقل عن الشيخ العثيمين. الشيخ العثيمين يكفر الأزهريين يا شيخ محمد. الشرح الممتع ده في الفقه الحنبلي على زاد المستقنع اللي عامله مين؟ فضيلة الشيخ العلامة له كل الاحترام والتقدير والدعاء ابن عثيمين. قولوا لي يا سلفيين، حد يقدر يطعن في مولانا الشيخ ابن عثيمين؟ الله يرحمه ويحسن. نسأل الله السلامة وأن يرزقنا حسن الخاتمة وأن يعز الإسلام والمسلمين في كل مكان. تحياتي لحضراتكم لو وصلتم معايا للثانية دي من الفيديو، وأشوفكم في حلقة جديدة قادمة. ولحد دلوقتي ده بسيبكم في رعاية الله وأمنه وحفظه. كان معكم أخوكم مدحت رمضان، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.